تاويه الثمن هاد المرسيدس بانتو، خرجها الطوليه من القبر باش يزيد ليها في العمر. اجي دابا كنخوي السياره باش تمشي الطوليه، حيت هاد لاكودوار سونترال حتى هو بقات لي غير هاد الشيء هذا اللي كاين في ماليطا. جمعت كاع داكشي واخا بالاسبال ديالو فاميليا درتو في هاد الكارطون باش الوالد هو اللي خصو ياخذ القرار شنو اللي خصو يتلاح. المهم وجدت هذا واحد السيد اللي غادي يديهم ان شاء الله اليوم، يا الله باش الا ما جاش نعاود نتواصل مع الاخوان اللي يفري واللي غادي يجي يديهم ولا اللي محتاج باش نديهم له. المهم عندي هو يكونوا محتاجهم داكور، يعني ماشي للبيع بحال كيفاش تواصلوا معايا شي وحدين كيقولوا لي بيعهم ليا، انا بغيت نعطيهم لشي واحد اللي غادي يستافد منهم. لحقاش هاد المسائل هادو راك تشوف الا جيت نبيعهم نطلعهم انا لفرنسا ونديرهم في الايباي ونبيعهم لو بلوز اوفرو. انا فكرت لحقاش هاد الشيء هذا ما غاديش تلقاه داكور، يعني ما يبقاش كيتلقى بحال هاد البياس. راه قلت لكم دخلوا بياس دو كوليكسيون. دونك انايا بغيت نفيد بهم شي واحد اللي عنده 240، اغلبيه اللي عنده الصالون ماشي 240 عنده دبل في 123. تواصلوا معايا ناس عندهم 250 ما يجيولكش فاميلي 250 الريفيرونس ديالها هي دبل في 124 تلقى مكتوبه هي دوك 3 النوامر الاولين وديك لا ليتر قبل من النمره ديال الشاص. على سبيل المثال مرسيدس 190 الريفيرونس ديالها هي دبل في 201 واخا تكون 2.5 ولا 2.6 يصل لا حتى 190 ايفو واحد ولا جوج. الريفيرونس ديال الاس هي دبل في 126. قال لي واحد فاميلي قال لي راه غادي نموديفيهم انا. يا اخي راه ماشي الموديفيكاسيون، هاد المسائل هادي الا كنتي غتستافد منهم هكاك. انا بغيتك تركب اون بيس دوريجين فهمتي ماشي موديفي. هذاك الشيء علاش انا عطيتهم بهذه الطريقه. درتهم في السياره ديت البيرلانكو عند عايز ابراهيم حيت اليوم كان عندها الرونديفو. منين دخلت لقيت عنده هاد التحفه، منين سولته قال لي غادي ريستوريها كامله. منين وراني التصاور ديالها كيفاش كانت، البلاصه اللي ما تحركتش منها لسنوات. هاد السياره اللي منين شفتها في الاول كان كيسحاب ليا 220 اس بانتون، طلعت 200 دي على حساب الريفيرونس ديالها كونستركتور 110 ديرها موديل 62. البياس ديالها قليل بزاف، هذاك الشيء علاش كان مضطر يدريسي. والشاسي تعاود كامل والموتور حتى هو. هاد الفولون اللي كتشوفها فاميليا راه ديال العظم. الباكيطات ديالها والكروم راه كانت مازال محافظه عليه. بحال هاد البروجي دو ريستوراسيون فاميليا ماشي مستحيل ولكن صعيب بزاف. غير لي طولي اللي ما كيخافوش من المفاجات اللي كيشدوا بحال هاد الخدمه واللي عايز ابراهيم منهم تبارك الله. راه غادي نخلي لكم العنوان بالنسبه للناس اللي مهتمه بهاد الخدمات. كيف كتشوفوا ان السياره نهار جات بدات فيها الخدمه. خالي ابراهيم راه حنا ما مزروبينش، ولكن ان شاء الله شحال عندك ديال الوقت ديال الخدمه؟ ان شاء الله عندنا 4 ايام اللي عندنا اللي فيها الديمونتاج الدريساج ديال البارشوك على سبيل المثال وليزيل لي بادكيس وحتى البارشوك دلو. عاد باش تسبق غادي لهاد الشيء كامل وزيد عليها لي زاكسيسوار اللي منهم حتى لي ريتروفيزور، منها حتى لي باغيت ديال الباب اللي غادي تسبقوا حتى هما باللون ديال السياره. وقت ما بغى الله وسير الله يجيب التيسير والربح. المهم اللي بغى يتواصل مع عز ابراهيم ها الكراج ديالو اون فاس الاوتيل لا مارين كاين شارع طوماطيش، كتجي مع الزنقه اللي غادي تجيبك لقهوه كوبنهاغن، وهنا كتواجد لا لوكاليزاسيون ديال الكراج ديال عز ابراهيم اللي غادي نرجعوا عنده ان شاء الله كيف قلت لكم انا وياكم باذن الله من واحد 4 ايام باش تشوفوا معايا النتيجه حتى نتوما ديال السياره كيفاش غتخرج من عنده. قبل ما نديوها للوالد راه خاصها دوز ضروري في اللافاج باش يتغسلوا ليها هذوك الكراسه. ومن هذا المنبر ديال عز ابراهيم اللي وعدنا انها غادي تولي عروسه، نتمنوا له ان شاء الله يبدا بها صفحه جديده ما بين ما خدينا وحده اخرى. وشوف تبارك الله راه القط ينعس غير في البلاصه اللي نقيو فيها البركه.